صباحكم. اليوم فطورنا كتير لذيذ وسهل التحضير. سلطة البيض والبطاطا والبندورة مع الخضار. أول كل شيء قطعنا البطاطا شرائح، وقطعنا البندورة شرائح كمان. هلا البيض قطعه بالأخير بخاف يخرب، كمان قطعوه شرائح. كمان البيض قطعناه شرائح. كمان حطينا البيض شرايح. بحب البيض اخر مرحله يحطوه دائما، لانه حتى يكون ضل صحي وفريش. رغم هلا يعني سلقته، بس يعني الافضل هلا بنحط له مجموعه اعشاب. عندي اعشاب، حطيت له روزماري وخس افرنجي وزعتر اخضر. هي الاعشاب اللي فيه جبت له. وطبعا بدنا نحط له على جبنه كتير طيبة بتعطيه نكهة غير شكل. حط له فليفلة كمان، فليفلة حارة. ونحط له بندورة كرزية. أحلى شيء إنه في البندورة الكرزية بتعطي الطبق رونق وجمال بشكل وصح وطعم، يعني صراحة طعم. هلا نحط زيت الزيتون. عليه. كمان حطينا حبة البركة وسمسم. آخر شيء نحط له زعتر. حاط على فكرة زعتر بقلبونه كمان مع الأعشاب. يعني مثل ما قلت لكم طبق يعني صحي جدا جدا. وهي الزيتون كمان. طبقنا جاهز. حبيت ارجيكم طبق السلطة كيف حضرته. والى اللقاء يا اصدقاء، ناكله طبعا مع حواضر.